السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ شايفين العدس وجماله؟ حاجة كده خيال. اعمليه بالطريقة دي يطلع معاكي حكاية. شايفين الجمال بتاعه ولا طعمه بقى تحفة؟ تعالي اقولك انا عملت ايه. اول حاجة جبت معلقتين من السمنة او الزيت، اي مادة دهنية انت تحبي تستخدميها. بعد ما ساحت وسخنت، لازم تكون سخنة، هبدأ ان انا انزل ببصلاية كبيرة كده مقطعاها، ممكن تخرطيها وممكن تقطعيها بشكل عشوائي، مفيش اي مشكلة، الشكل اللي يريحك. لو لقيتي اي مثلا بصل كده ماسك في بعضه، هتبدأي ان انتي تفككيه، تمام، وتسيبيه ان انتي يدبل. اول ما يدبل معايا بالشكل ده، معايا 3 جزرات كبار مقطعاهم برضو كده بشكل عشوائي، وهبدأ ان انا انزل على البصل، وهبدأ ان انا اشوح فيه اي خضار هبدأ ان انا اضيفه، هبدأ ان انا اشوحه واديله تقليبة. دول بقى كانوا تلات كوسات كده كبار، انا حطيتهم برضو عليها. الكوسة بتدي نكهة وبتعلي من القيمة الغذائية بتاعة العدس. نزلت بالكوسة وقلبتها برضو وفضلت اقلب فيها شوية، وبعد كده جبت دي حباية بطاطس كبيرة، ولو البطاطس صغيرة هتحطي بطاطستين مقطعهم بشكل عشوائي، وابتديت ان انا اشوح برضو. انا عايزة الخضار بتاعي يدبل. بعد كده بقى نزلت بدول كانوا 6 حبات طماطم او 5 حبات كده، كانوا صغيرين مش كبار، وهبدأ ان انا اشوح كل ده مع بعضه كويس جدا لحد ما الخضار يدبل خالص. دي اهم خطوة. تتبيلة الخضار بتدي نكهة مختلفة عن الطريقة العادية بتاعة العدس. معايا دول بقى هنا، ديت كان توم انا مفرزاه، حطيت يعني بالويم كده ان 4 فصوص توم. انتي لو انتي عندك التوم صحيح بتحطي 4 فصوص كبار عليهم، وتبدأي ان انتي تشوحي فيهم. بصوا بقى الجمال، وبصوا الالوان عاملة ازاي، تحفة والله العظيم، وريحتها حكاية. جربي العدس بالطريقة دي، هيديكي طعم وريحة غير الطريقة التقليدية بتاعتنا. نزلت بقى بمعلقة بنص معلقة كبيرة من البابريكا، وهبدأ ان انا اشوحهم برضو مع بعض. الخضار مدي ريحة جميلة ومدي شكل حلو قوي، ويتاكل كده من قبل ما تحطي العدس اصلا. هتبدأي ان انتي تشوحي فيه بس كده مع بعضه كويس قوي. وبعد كده هكون جايبة نص كيلو من العدس، نص كيلو او الكمية اللي انتي تريحك تجيبيها وتعمليها. غسلته كويس وصفيته ونزلت بيه بالشكل ده. وهبدأ ان انا اشوح فيه شوية برضو مع الخضار. الخطوة دي بقى اللي هي الجاية دي بتاعة المية. ممكن انتي لو مش بتعرفي تعايري المية كويس من بتاعة العدس، هتضيفي المية الاول على الخضار قبل ما تحطي العدس بتاعك. انما لو انتي بتعرفي تظبطي المية بتاعة العدس عادي، هتشوحي العدس زي ما انا عملت كده، وابتديت ان انا انزل بالمية مغلية. انا عارفة ان انا عارفة ان انا بحط قد ايه مية، فعشان كده غليت كاتل كده مية مغلية، او مية في البراد بتاعك، وتنزلي بيهم على العدس بتاعك، وتسيبي بقى الخضار دوت مع بعضه كده يغلي بقى يغلي كده وايه، وياخد من بعضه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، اصلا المية بتاعتها لونها تحفة، من غير بقى ولا تحطي كركم ولا تحطي الكلام ده خالص، ولا بنجر ولا الكلام اللي بسمعه وبشوفه ده خالص. العدس بتاعك الخضار هو اللي هيخليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ انزل بمكعبين ماجي او شوربة خضار، اللي يريحك، اللي انتي بتحبي طعمها اكتر هتبدأي ان انتي تنزلي بمكعبين، وهتبدأي ان انتي هتغطيها، واول ما تغلي معاكي غلوتين بالشكل ده، هتبدأي ان انتي توطي عليها، ولو في اي ريم
هتبدأي ان انت تشيليه بالمعلقة. يعني لو ريمت معاكي كده هتبدأي ان انت تشيليه بالمعلقة لحد ما يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده كان خلاص بقى اللي هو يعني داخل على السوا. هبدأ بقى لو انت عندك الهاند بلندر هتبدأي ان انت تخلطيه بالهاند بلندر وتضربيه كويس قوي، ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة. لو مش عندك هاند بلندر هتبدأي تسيبيه لحد ما يبرد خالص تماما وتضربيه في الخلاط. بعد ما تضربيه في الخلاط حابة ان انتي تصفيه تمام. لو الخلاط بتاعك ما بيخليش اي تكتلات تمام هتشتغلي بيه على طول. انا هنا ضربته في الخلاط ورجعته في الحلة تاني. بصوا شكله عامل ازاي، تحفة. مش عايزة اقول لكم جميل جدا. انا ضفت في قلب على الخضار وهو بيتسلق فلفل، نص معلقة فلفل اسمر صغيرة وكمون وكزبرة. بس هي دي البهارات بتاعتي. هبدأ بقى اجيب في طاسة معلقتين من الزبدة وعليهم معلقتين من الزيت، وهنزل بكوباية واحدة من الشعرية. كوباية واحدة من الشعرية هبدأ ان انا احمرهم كويس جدا. والعدس معايا على النار بيغلي تاني، انا عايزاه يغلي. اول ما يبقى اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت هنزل على العدس بتاعي. شايفين الطشة وجمالها، تحفة. هبدأ بقى تنزلي بيها وتقلبيها كويس او مع بعضها بالشكل ده، وايدك فيه على طول. يعني ايدك فيه عشان ما يلزقش في بعضه، يعني كل دقيقتين كده تقلبي فيه. هو الشعرية مش هتاخد سوا خالص. تروحي بعد ما يستوي بقى. بصوا القوام والجمال، الشعرية استوت وشكله تحفة وريحته بقى كانت قلب الدنيا فعلا. لو حابة تعملي لها طشة اعملي لها، مش حابة عادي بتقدميه كده. بصوا بقى الجمال والحلاوة بعد ما تقدم، عظمة. ولا ريحته وطعمه، جربوه هيعجبكم جدا. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.